زميلنا ومراسلنا امام الاتحاديه احمد عبد العليم من امام الاتحاديه بشكل مباشر. اهلا بك يا احمد. قول لنا الاوضاع عندك ايه يا احمد؟ اهلا وسهلا دكتور جمال ومرحبا بضيفك الكريم. نعم دكتور جمال، يعني الأوضاع هنا أمام قصر الاتحادية هدأت وتيرة الاشتباكات التي اشتعلت على مدار اليوم، وتحديدا بعد عصر اليوم بين الفريقين، الفريق المؤيد لقرارات الدكتور محمد مرسي والفريق المعارض له. الاشتباكات يعني كانت على أشدها بشارع الأهرام بجوار قصر الاتحادية. ظلت الاشتباكات بالتلاسن بالألفاظ أولا، ثم بالتراشق بالحجارة، وبعدها بقليل تم إطلاق بعض الرصاصات. أصيب بعض المتظاهرين من المؤيدين لقرارات الرئيس مرسي في صفوف المؤيدين، تم نقل بعضهم إلى المستشفى وعولج البعض الآخر في نفس المكان. كذلك تم القبض على بعض المسلحين، منهم 4 مسلحين بمسدسات، 3 مسدسات حية وفرد خرطوش، وكذلك بعض المسلحين بأسلحة بيضاء. تم إلقاء القبض عليهم وتم تسليمهم لقوات الشرطة التي نزلت بعد أن زادت وتيرة الاشتباكات. نزلت قوات الأمن المركزي وحالت بين الفريقين على مداخل ومخارج الشوارع المؤدية لقصر الاتحادية، الأمر الذي أدى لهدوء الاشتباكات بشكل ملحوظ. هل ممكن يا أحمد نسمع بعض من حولك من الموجودين أمام الاتحادية؟ نعم بالفعل، يعني ننتقل إلى بعض المشاركين في هذه المليونية، نتعرف منهم عن دوافعهم للنزول اليوم والتظاهر أمام القصر الرئاسي. بسم الله والصلاة على رسول الله. إن شاء الله أنا جاي من بني سويف أيد الدكتور مرسي في قراراته، وبقول يا دكتور امشي وإحنا معاك في كل مكان. وهنا طلعت علينا بلطجية من اليمين ومن الشمال وعمالة تصونا بالطوق، ومش عارفين واللي بنمسكه بنسلمه للشرطة. انت يعني تصف لي بعض الاحداث التي شهدتها على مدار اليوم، ان كنت يعني نزلت من بداية الاحداث. اولا احنا لما دخلنا هم كانوا موجودين وحدفونا بالطوب وبالازايز، وكسروا ازايز الخمره وحدفونا بيها. دي اول حاجه. وكانوا بالفعل ولقينا فحم مولع. وبعد ما دخلنا وهم بعد كده مشوا في الشوارع الجانبيه، بعديها بحوالي ساعه بداوا ان هم يضربوا من عندهم طوب في اتجاهنا بدون وجود اي عساكر وطوب، وفي نفس الوقت كان في ناس معاهم خرطوش. اتضربنا بالخرطوش وفعلا واحد مات، وواحد مات في نفس الوقت، وبعديها واحد مات. واحد من اي الفريق؟ اخواننا من الاخوان، واحد من المؤيدين للرئيس. في نفس الوقت استدعينا القوات، استدعينا الامن هنا، وقف حاجز بيننا وبينهم، ولكن مع ذلك كانوا بيضربوا بنفس الكلام طوب على المحور اليمين وعلى المحور الشمال. نعم. طيب انت مسكنا بعض الناس، مسكنا حوالي ما يقرب من 16 واحد. طيب هل يعني ادى احدهم اعتراف ما عن فصيل؟ واحد اعترف ان هو تبع ابو العز الحريري، في واحد قال ان هو تبع ممدوح حمزه، ويقال ان هو من الفجر للفجر 150 جنيه، يعني واخد 150 جنيه من الفجر للفجر. يقال يعني هو اللي قال ولا بيقال ان لا هو اللي قال يعني هو اللي قال. وحضرتك طبعا سجلت مع واحد وقال لك ان والدي شغال في القوات في القوات الجويه مع احمد شفيق، فبقول له يعني انت مع احمد شفيق؟ يقول لي ايه يعني؟ طب ايه اللي جابك هنا؟ بقول انا من الالتراس. طب في ماتشات دلوقتي عشان تيجي؟ انا عايز اعرف الاهلي فين دلوقتي ولا مش فنيله الاهلي؟ انا عايز اعرف. احنا دلوقتي مجموعه من الشباب اللي واقفين هنا دولت مسكوا بلطجي وخدوا البطاقه بتاعته، لو مكتوب عليها اسمه وهو من الاسماعيليه، تمام، ولو موجود معاه البطاقه بتاعت الحزب الاشتراكي ومحطوط عليها صوره جمال عبد الناصر، ماشي، ومسكنا ناس اشكالها ما تدلش على ان دول بني ادمين اصلا، ما تدلش على ان دول بني ادمين، شباب عندهم 17 سنه وناس هربين وناس وشهم بلطجيه ومعاهم خمره ومعاهم اكل. الناس دي جايه
جايبه فلوس مننا الله اعلم. طيب يعني دعني اسالك، انتوا تنوون الدخول في اعتصام هنا ام انها مجرد تظاهره وستنصرف؟ ان شاء الله ناويين الاعتصام لحد ما الدكتور مرسي، لان احنا جايين ندعمه وبننصر الشرعيه وبننصر الشريعه، ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعدي المرحله دي على خير من البلد. احنا جايين سلميين، احنا مش بنعادي اي حد، معظم المصابين مننا، وبالرغم من كده كل بلطجي مسكناه سلمناه بادب للشرطه يعني تتصرف معاه. احنا جايين وهدفنا مصر، هدفنا ان المرحله دي تعدي والبلد تستقر. احنا كلنا لو فضلنا يعني بنوجه رساله لاخواننا اللي في التحرير الثوار الحقيقيين، لو كنتوا ثوار حقيقيين تعالوا معانا لكلمه سواء، تعالوا معانا وخلي الشعب هو اللي يقول كلمته، خلي الشعب هو اللي يختار السفينه تمشي ان احنا ايه. تعالوا معانا ونشوف اختيار الشعب ايه واراده الشعب ايه. 80% من الشعب المصري بيأيدهم الدستور، والناس كلها بتشهد ان هذا الدستور لم تشهده اي دوله من العالم. اشكرك. انت لماذا نزلت وماذا تريد ان توصل من رساله؟ انا بوصل رساله للاخوه الاعلاميين اللي عمالين يولعوا في البلد، وبالذات الاستاذ وائل الابراشي اللي بيقول ميليشيات الاخوان بينضربوا هنا، والاخوان بيتحدف عليهم قنابل منهم، والاخوان بيتحدف عليهم طوب، واحنا جايين هنا سلميه. مسكنا ناس بلطجيه منهم بكل احترام، سلمناهم لقوات الامن، معاهم حبوب مخدرات ومعاهم بتدل بالخمره ومعاهم فلوس، ومنهم من اعترف بابو العز الحريري ومنهم من اعترف بغيره وغيره. الاستاذ وائل الابراشي اللي مش عايز البلد تهدى بنوصل له رساله لو سمحت. انتم كتيار سلفي ربما هل تنوون الدخول في اعتصام هنا امام الاتحاديه؟ احنا وائل الابراشي احنا جايين نوصل الرساله لوائل الابراشي اللي هو هيقاوم الفتنه. وائل الابراشي دي بني ادم بيقاوم الفتنه. يعني انا اسالك عن تظاهرتكم، هل هي تظاهره وستنصرفون ام اعتصام؟ ناويين الاعتصام ان شاء الله حتى الاستفتاء على الدستور، يعني هي دكتور جمال هي ربما رسائل يوجهها بعض المتظاهرين، ولكن من فحواها نفهم ان المتظاهرون ينهون الدخول في اعتصام حتى ربما موعد الاستفتاء. لا نعلم هل موعد الاستفتاء في الخارج ام سيتم تقديم الاعتصام وتأخيره الى الاستفتاء بالداخل الى 15 من ديسمبر ربما لتأييد قرارات الرئيس من هنا من امام قصر الاتحادية. شكرا ليك يا احمد، زميلنا احمد عبد العليم من امام قصر الاتحادية، شكرا جزيلا لك. انا سمعت اعزائي المشاهدين كم اسم من حقي اللي انا اتوجه الى السيد النائب العام، لاني سمعت بعض الاسماء. سمعت اسم الاستاذ ابو العز الحريري، سمعت اسم الدكتور ممدوح حمزة، والشباب بيقولوا انه سمعوا البلطجيه ان هو واحد من الفجر للفجر ب 150 جنيه، واللي قال له كده او اللي اداله كده ممدوح حمزة. انا ارجو هذا بلاغ للنائب العام على الهواء مباشره، ارجو التحقيق في مثل هذا الموضوع. ايضا الكلام الذي يقوله وائل الابراشي من تهييج الراي العام، انا ايضا بوجه بلاغ الى النائب العام، وانا ساكون شاهد، لأني في مرة كنت في لقاء مع وائل الإبراشي أنا وفريد زهران منذ شهور في برنامج الحقيقة، وقال لي أو أنا قلت له أنا متفق أنا والأستاذ فريد زهران، فقال لي أنا لا أريدكم أن تتفقوا، يعني من الآخر عايزكم تولعوها. قول لي بقى يا دكتور حسن، وتسامحوني اللي أنا الحقيقة مش قادر أمسك نفسي، يعني الموضوعية والحيادية في ظني ليس لها مكان الآن، لأن نحن الآن أمام حرق وطن وحرق شعب وقتل ونزيف. هذا أمر لا يعقل. من شباب يجلسون في أماكن وفي خيم فيها خمور. الشباب اللي بيقولوا اللي حضراتكم سمعتوهم بيقولوا شفنا أزايز فيها خمرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. قول لي يا دكتور